هنعمل النهاردة كريم كراميل بالطريقة القديمة الأصلية بتاعته، اللي هي الفرنسية. يعني الطريقة اللي احنا متعودين عليها بتاعت أمهاتنا زمان، اللي هي بنعملها بس بثلاث مكونات: اللبن والسكر والبيض. طبعا البيض مش بيكون له زفارة ولا حاجة، وديت حاجة أساسية فيه. من غير بقى ما هنضيف له ولا لبن مكثف ولا جبنة كريمي. أنا هاخد من الفكرة دي بس إن أنا هعمل مقدار من المقدارين دولت هيكون عليه طبقة بسكوت، بس هنعمله برضو بنفس الطريقة بتاعته اللي هي مفيش أحلى منها أصلا. هنبدأ أول حاجة إن احنا نكرمل السكر. هحط كوباية سكر على النار في طاسة تكون يعني طاسة سخنة ونضيفة، مفيهاش مية ولا مبلولة ولا حاجة. هسيب الكوباية السكر دي لحد لما هتبدأ تسيح شوية. هبتدي بقى أقلب فيها على نار هادية وأنا واقفة، ومش هسيب إيدي من المعلقة خالص عشان ما يتحرقش. هقلب كويس خالص من تحت ومن فوق كده لحد ما كل كريستالات السكر اللي باقية ديت هتختفي خالص، وهيكون أخد اللون بتاع الكراميل اللي احنا متعودين عليه بالظبط، اللي هو ده كده. بسرعه بقى كده وهو سايح يعني وسخن بالشكل ده، قبل ما يجمد هروح حاطاه في القالب اللي انا هعمل فيه الكريم كراميل على طول. يعني دي اول خطوه لازم هعملها، وبسرعه وهو سخن كده اقوم قلباه، لانه هسيبه على جنب هلاقيه يعني الكراميل مسك خالص في الصينيه. هاجي بقى عشان مقدار الكريم كراميل ده مقدار الصينيه الواحده. انا هعمل صينيتين هعملهم مقدارين، بس هنعمل معاكم المقدار ده: 5 بيضات هيكون ليهم كيس فانيليا او كيسين علشان ريحه الزفاره، نص كوبايه سكر بس، وده السكر المظبوط بتاعه. لو انتوا بتحبوا السكر زياده زودوا، بس يعني ده مع الكراميل في الاخر هيدي سكر مظبوط قوي. انا بعصر كده عصره ليمونه صغيره علشان ريحه الزفاره بتاعه البيض، ودي اساسيه جدا. وكل دول بقى هيكون لهم 3 كوبايات لبن بس. هحط البيض والفانيليا والليمون مع السكر في الخلاط، وهضربهم بقى كتير قوي لحد لما انتوا شايفين اللون يعني عامل ازاي، لحد لما اللون بتاع الخليط اللي في الخلاط ده يفتح، وشويه هنلاقي فيه فوم فوق كده، يعني طبقه فوم فوق كده. يعني اهم حاجه عنده ان السكر يدوب كويس مع البيض. بالظبط كده. انا كده عملت الخليط اللي في الخلاط. هاجي بقى ال3 كوبايات اللبن دول بالتدريج كده، وانا بحط يعني احط شويه واقلب، احط شويه واقلب، طول ما انا يعني بعمل لحد ما هعملهم تقريبا على مرتين او 3، علشان بس اللبن يندمج جامد مع الخليط. واللبن ساقع من التلاجة والبيض ساقع من التلاجة، كل حاجه او بره، يعني زي ما انتوا عايزين، مش اساسي ان هو يكون جوه او بره، لا كله عادي خالص. وكده كده السكر هيدوب لان انا ضرباه في الخلاط. هقلب الخليط من تحت لفوق كويس خالص لحد لما هلاقي اللبن اندمج مع المكونات دي كلها. هجيب الصينيه، طبعا الكراميل مسك فيها طبعا اكيد، يعني على ما انا ضربت في الخلاط هيكون الكراميل جامد خلاص. هقلبه كده بالراحه لان انا المره دي وقعت شويه اهوت. هنقلبه بالراحه في الصينيه وانا مسخنه الفرن على درجه حراره 160 او 170 بالكتير. طبعا الكريم كراميل لازم نحطه جوه صينيه تانية. الصينيه دي انا اصلا مش بستخدمها انها كده كده بتبوظ شويه. هحط فيها الميه لحد نص الصينيه تقريبا، وبعد كده ادخلها على الفرن على درجه حراره 180 170 160 حسب حراره الفرن بتاعكم، بس مش اكتر من كده خالص. هتقعد علشان الصينيه كبيره، هتقعد تقريبا ساعه ونص. هقفل عليها. وطبعا دي الصينيه التانية اللي انا قلت لكم عليها، نفس المقدار نفس الخطوات بالظبط، ما زودتش عليها اي حاجه خالص. وهقول لكم هنعمل فيها ايه بعد كده. اول ما الكريم كراميل بيخرج من الفرن بنحس ان هو سايب شويه، بس طبعا هو اصلا قعد ساعه وربع، ساعه من ساعه وربع لساعه ونص. انا دخلته التلاجة لازم 4 ساعات قبل ما ابدا في الخطوه دي. يعني انا دخلته التلاجة وخرجته بقى دلوقتي. هخرجه بقى وهفضل اسلك بالراحه الجوانب بتاعه الصينيه، الطروف، كل حاجه هبدا يعني اسلكها كده بالراحه علشان لما اجي اقلبه يتقلب معايا كله. هو ان شاء الله هيتقلب. هفضل احرك فيه بالراحه كده خالص، وبعد كده هروح بقى قلباه هيقوم مقلوب معايا عادي. هفضل بقى انزل في السكر كتير. هي في خطوه كان ممكن نحط الصينيه في صينيه سخنه عشان كل الكراميل اللي لازق في الصينيه ينزل، بس هو اللي نازل كفايه. يعني انا حاسه ان هو اللي نازل كفايه. لو انتوا حابين كل اللي موجود ولازق هنحط الصينيه نفسها في ميه سخنه دقيقتين كده، هنلاقيه الكراميل فك ونزل فوقيه. بس عامه هو اللي نزل ده كفايه قوي عشان ما تكونش مسكره بزياده يعني. طبعا هي خارجه ريحتها حلوه جدا، مفيش طبعا اي زفاره خالص. طعمها حلو جدا، كريمي قوي قوي، على الرغم ان ما زودناش فيها ولا جبنه ولا حليب مكثف ولا اي حاجه. تسويتها مظبوطه، وهي كل حاجه فيها مظبوطه، بس ضروري نسيبها بس في التلاجة 4 ساعات لحد لما تمسك نفسها وتبرد. وطبعا هو حلاوته ان هو يتاكل اصلا ساقع. الصينيه التانية انا عملت نفس المقدار بالظبط، ودخلتها الفرن برضو جوه صينيه تانية. اول ما خرجتها من الفرن وهي سخنه كده هروح حاطه على وشها بسكوت ساده. الخطوه دي بتدي طعم حلو جدا. المفروض ان الطريقه دي احنا كنا بنضرب جوه المكونات بتاعتها معلقتين جبنه كريمي مثلا او حليب محلى مكثف، بس انا ما حبيتش الطعم خالص. انا حبيت طعم البسكوت مع الكريم كراميل كفكره جديده او كصنف جديد. بس هي المكونات من جوه والطريقه هي واحده بالظبط، نفس المقدار اللي عملته هنا مع اختلاف شكل الصينيه. وهو سخن كده حطيت عليه البسكوت، دخلته التلاجة برضو 4 ساعات. هنخرجه من التلاجة هنلاقي البسكوت نفسه يعني مسك في الكريم كراميل وكرمل كده فيه، وهيدي طعم حلو
حلو قوي، لان انا اصلا بحب ادخل البسكوت الساده عموما في اي حلويات، بيدي طعم حلو قوي. حتى لو كيك بارد، لو حلويات بارده، هو عامه حتى العصاير بيديها طعم حلو عامه البسكوت. فهو في خطوه البسكوت دي حلوه قوي مع الكريم كراميل كمان. هقلبه برضو طبعا، سلكته بالراحه وهقلبه. وما يعني لما هقلبه هيتقلب معايا عادي. برضو لو احنا حابين الكراميل يكون زياده، هنحط الصينيه الاول من تحت في شويه ميه سخنين، هيفك خالص وينزل كله. بس هي طبعا البسكوت مسكر، والكراميل اللي نازل برضو فيها كفايه. طعمه حلو جدا، مش قادره اوصف لكم طعمه عامل ازاي. حلو قوي قوي البسكوت، مديله اضافه طعم لطيفه كده وخفيفه، طعمها حلو. يعني هو اصلا كده كده الكريم كراميل طعمه حلو من غير حاجه، بس البسكوت مديله يعني طعم زياده كمان لذيذ. طعمه حلو قوي، وطبعا ما فيش ريحه زفاره ولا اي حاجه خالص. جربوه بنفس الطريقه والمقادير دي بالظبط. عايزين تضيفوا بسكوت يعني ضيفوه، مش عايزين برضو هيطلع حلو. وقولوا لي رايكم فيه.